السلام عليكم خوتي. هادشي بدا كيحماض وبدات كتعطي الريحه ديالو. الحرب الاعلاميه اللي تشنات على المنتخب المغربي في كاس افريقيا اللي نظمناها في بلادنا هي نفس الحرب اللي تشنات علينا ملي خرجنا من ربع النهائي كاس العالم. يعني المنتخب المغربي حاولنا نلخصوا كاس العالم ديالو كامل في المباراه ديال فرنسا، وحاولنا نوجهوا البوصله والبارابول للمنتخب المغربي ونتكلموا على الاخفاق ديالو. اخفاق كلشي كيتكلم على الاخفاق، القنوات العربيه، القنوات الالكترونيه، بعض اللاعبين ديال المنتخب المصري، بعض اللاعبين اخرين. يعني تقريبا اللغه العربيه مجموعه كلها في كلمه واحده كتقول، هنا ما كنعممش، كتقول على اساس انه المنتخب المغربي دار اخفاق. الى المنتخب المغربي وصل للربع النهائي مع تمنيات الفرق من الفرق العالميه الكبيره بما فيهم فرنسا، الارجنتين، الانجليز، الاسبان، اذا المنتخب المغربي من يخفق. المنتخبات العربيه الاخرى اللي ما تنذكروهاش بحال المنتخب القطري، السعودي، الاردني، العراقي، او حتى التونسي مع احترام الاخوان التوانسه، المنتخب الجزائري، الا كان المنتخب المغربي يخفق هذه المنتخبات شنو دارت؟ وحتى المنتخب المصري اللي كيتكلموا عليه بزاف. خليك معايا حتى الاخر لانه غنتكلم بجرأه اللي ما قدروش يتكلموا بها المصريين على المنتخب ديالهم، اللاعبين اللي كيحاولوا يتكلموا على المفارقه او المقارنه ما بينهم وبين اللاعبين المغاربه. شوف، الا كتسنى لي اننا نتكلم لغه غير لغه كره القدم فحاول تبدل لاباج. انا فقط كنهضروا كره القدم. رجع نتكلم على اللاعبين ديال المنتخب المصري اللي كيحاولوا يقارنوا نفسهم باللاعبين المغاربه وكيحاولوا يتكلموا على ضعف المنتخب المغربي وانهم ظهروا هما بمستوى جيد احسن من المنتخب المغربي. غنحاول نرجع نتكلم على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي امام المنتخب الهولندي لمس الكره اكثر من 800 مره، يعني تقريبا من احسن الفرق اللي كانت في المونديال. زيد على ذلك حتى المنتخب الاسباني ما وصلش للمستوى ديال المنتخب المغربي في لمس الكره في مباراه واحده. المنتخب الهولندي ماشي منتخب اللي سهل، درنا فرص اكثر منه، لعبنا احسن منه، ولكن مشينا لضربات الجزاء. تصور كون خسر المنتخب المغربي، حتى واحد ما غيتكلم على لمس الكره، حتى واحد غيتكلم على الاداء الباهر ديال المنتخب المغربي، حتى واحد ما غيتكلم على الكرينطا والقوه ديال المنتخب والضغط والتخوف ديال اللاعبين ديال الهولندي، حتى واحد ما غيذكر هذا الشيء. علاش؟ لانه كره القدم تتسالي في 90 دقيقه، ربحتي كدوز، ما ربحتيش بسلام عليك. انجاز كيتحسب للمنتخب المصري، وانا هنا باش نتكلم على المبالغه في الفرحه ولا ماشي المبالغه في الفرحه، هما حرين يفرحوا كيبغاو بالمنتخب ديالهم، ولكن هنا باش نحاول نتكلم بجرأه نوضح واحد الامور اللي ما حاولوش يوضحوها الصحافه والاعلام وحتى بعض القنوات والصفحات الالكترونيه المصريه. غنتكلم بجرأه ونقول انه حسام هو وخوه حاولوا يوهموا الجمهور على انهم داروا مقابله العمر امام الارجنتين. كيف يعقل انه مباراه العمر وكانوا رابحين ب2-0 بقات 7 ديال الدقائق وتتخسر ب3-2؟ ما فهمتش انا مباراه العمر فين كاين. ممكن تكون سجلتي في منتخب، راه كاين المنتخب السعودي فاز على المنتخب الارجنتيني، غادي نقولوا المنتخب السعودي دخل التاريخ ودار وتاهل، خصهم حتى هما يديروا عرس على هذا الحساب. تكلمت على المقابله ديال هولندا ورجع نتكلم لك على المباراه ديال البرازيل، ونتكلم لك على المباراه ديال اسكتلندا والمباراه ديال المنظم كندا اللي خرجناه في بلاده امام الجمهور ديالو. هاد الحوايج كلها ما تكلمتوش عليها، تكلمتوا فقط على المباراه ديال فرنسا اللي ما لعبناش وما كناش في مستوى. نفس الشيء اللي درنا مع فرنسا درتو فرنسا مع اسبانيا. داكشي علاش كنقول اللي بغى يتكلم يحاول يتكلم على قدو حدو. رجع نتكلم على المنتخب المغربي. المنتخب المغربي في 86 اول منتخب اللي داز لدور الثمن، يعني تقريبا امام من؟ بولندا، كانت الانجليز، وكذلك البرتغال اللي تفوقنا عليها ب3، ودزنا لعبنا امام من؟ امام المانيا خسرنا مع واحد بصعوبه، ضربه خطا في اخر الدقائق، وكانت فرحه للمنتخب المغربي في حدود ديالها. رجع نتكلم على مساله مهمه قبل ما نختم. هادشي اللي كيوقع دابا في الصحافه الاعلاميه وفي الصحافه العربيه بالخصوص هو فقط ضريبه النجاح. غتقول لي كيفاش ضريبه النجاح حنا ما درنا والو؟ المغاربه كيبان لهم اننا ما درنا والو، ولكن واحد القضيه غنخليك انت تقلب. 9 ديال الفينالات اللي لعب المنتخبات المغربيه اللي لعباتها في 2025 فيهم المنتخبات النسويه، المنتخبات ديال لي كاتيجوري كاملين، وفوز ب7 ديال الالقاب، خسرنا فقط لقبين. 9 ديال الفينالات في 2025 حاجه ماشي سهله. نهار يوصلوا يديروها ناس اخرين ممكن عندهم الحق انهم يتكلموا. السلام عليكم.